دي الحاجه اللي احنا عملنا بيها حفر وانتوا سلمتوها، وانا كنت بطقس اللجنه امبارح على الحفر، انا والاستاذ خالد رزق. تمام. وعمل معلش انا اكمل الحديث، انا ماليش دعوه بالكنترول. خد بالك. وتم عمل حصر مبدئي بالصنف والانواع والعدد، اخد بحضرتك تمام، تحت العجز والزياده، والثالث لا يحسب. اوكي يا فندم؟ الثالث ايه؟ لا يحسب، لان كان في حاجات مكسوره، منها شاشه خد بحضرتك، ومنها جهاز سي بي يو اللي هو سنترال بروسيسنج جواني، خد بالك. ده فعلا كان، والباقي الحاجه سليمه. تمام. حضرتك وفي حاجات لم تمس مغلفه بالكرتونه بتاعتها، تمام، لاسم ثالث، والمأمور كان بيحضر معانا العدد اللي هو ياسر الحفناوي. هو جته كده. ياسر الحفناوي كده كمان. وكنا احنا وعلى فكره تم تسجيل لجنه شباب، اخد حضرتك الانقاذ، جبهه الانقاذ، اخد حضرتك تمام، لجنه شباب الامانات، امانات الحاجه بتاعت المحافظه، لان في حاجه اسمها الصالون الاخضر تم نهبه. احنا لينا خاصيه وصفه معينه اسمها حصر امانات المحافظه، خد حضرتك، وتم اثباتها في المحضر، خد حضرتك تمام. لم يحضر لينا الرقم، لان لسه المحضر مفتوح، لان في حاجات بتتوالى حضورها مع متهمين وليس مع متطوعين. كده حضرتك احنا الحمد لله رب العالمين، كان الكل بيشكر بينا وبيحييكم على المجهود اخد حضرتك اللي انتم بذلتوه، كده حضرتك. وانا سميتها على فكره لجنه حصر امانات جبهه شباب الانقاذ، كده حضرتك تمام. تمام. فاللفظ ده عجبهم، حتى قال لي اختاروا مجموعتكم سموها اسم اللي هو امين الشرطه، اللي هو اللي كتب المحضر. طب في حاجات ثانيه خدتها امبارح؟ نعم. ايوه في حاجات، ايوه ده هم بسم الله ما شاء الله جابوا 4 شاشات. لا كان في كاس كمبيوتر امبارح. ايوه ما انت كنت معايا. ده غير اللي هم في العربيه. ايوه في حاجات ثانيه جت لنا 4. ايوه 4 اللي كان في العماره مع الحاج الكبير. في حاجه، ايوه ما هو الحاج الكبير ده محرر صحفي ومضى معايا، مضى معايا المحضر. عرف نفسك. عرف جمال امين مختار يا فندم. كاتب كامل والوظيفه منين؟ جمال امين مختار. تمام. البطاقه الوظيفه لا اعمل حتى الان، وصلت ل 43 سنه ولا اعمل، فخرجت معاكم عشان انتم اللي فعلا